واحد من أشد وأرخم أنواع الألم اللي ممكن تحس بيها في حياتك هو المغص الكلوي. المغص الكلوي غالبا بيكون حصوة في الكلى أو في الحالب. الألم بيبقى عامل إزاي؟ ألم مفاجئ وشديد جدا في الجنب أو الظهر، ممكن ينزل لأسفل البطن أو الخصية، بيجي على هيئة موجات ومش ثابت، المريض مش قادر يقعد ثابت من شدة الألم، غالبا معاه غثيان، ترجيع، حرقان في البول، ممكن يبقى في دم في البول. طب امتى اقلق؟ لو الالم مستمر ومش بيهدى او في سخونيه، ممكن يكون معاه التهاب او انسداد، ودي حاله طارئه ما تستناش. التشخيص بيكون ازاي؟ باشعه وتحاليل بسيطه بتوضح مكان الحصوه وحجمها. العلاج بتاعه سهل، مسكنات قويه، شرب سوائل كتير، احيانا ادويه بتساعد ان الحصوه تنزل لو في حصوات، ولو الحصوه كبيره ممكن نحتاج تدخلات زي الموجات التصادميه او منظار. المهم ما تستحملش الالم وتقول هيعدي، لان التاخير ممكن يضر الكلى. لو حسيت بالالم ده ما تتأخرش في الكشف، التشخيص والعلاج بدري بيفرق جدا ويحمي كليتك.